اعتباراً من يوم 1 ماي 2023 لن يحتاج مواطن وست فنسيت وجزر غرينادين إلى التأشيرة للإقامة القصيرة في بلدان الاتحاد الأوروبي وفقاً للجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي دوي، التي تشير إلى أن القرار أصبح ممكن بعد الانتهاء في 31 مارس 2023 من الإجراء المنصوص عليه في المادة 8 الفقرة 1 من الاتفاقية. حتى الآن كان يتعين على مواطني هذه الجزر الكاريبية الصغيرة الحصول على التأشيرة لدخول أي دولة في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك بعد الإعفاء من التأشيرة سيكون كل شيء أسهل بالنسبة لهم، حيث يتعين عليهم فقط إثبات أن لديهم إما رسالة دعوة أو حجز فندق، بالإضافة إلى الوسائل لمالي الحد الأدنى للا مبلغ المطلوب بهو 108 يورو ولا للشخص واليوم. على أي حال، وبغض النظر عن عدد أيام الإقامة، سيلزم مبلغ لا يقل عن 972 يورو أو ما يعادله بالعملة الأجنبية. يجب عليهم أيضاً إثبات أن لديهم تذكرة طيران ذهاباً وإياباً وتأمين سفر. لا فرق إذا دخلوا على سبيل المثال عبر نقطة حدودية إسلامية، حيث يمكنهم السفر عبر أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يوماً دون الحاجة إلى التأشيرة. لا تحتاج أكثر من 60 دولة إلى التأشيرة للسفر إلى أوروبا، وتحديداً إلى منطقة شنغن. من المهم ملاحظة أنه بالنسبة للبلدان التي لا تحتاج إلى التأشيرة، سيطلق الاتحاد الأوروبي النظام الأوروبي لمعلومات السفر والترخيص إنشيز قريباً. إنشيز ليست تأشيرة، إنها تصريح سفر إلكتروني يمكن الحصول عليه بسهولة من خلال تطبيق عبر الإنترنت. من خلال هذا النظام سيتعين على الأجانب المعفيين من التأشيرة الحصول على تصريح إنشيز زيارة ولمنطقة شنغن للإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً. على الرغم من أن إنشيز سيصبح شرطاً جديداً للدخول إلى منطقة شنغن، سيحتاج المسافرون فقط إلى قضاء بضع دقائق لإكمال التسجيل. يجب الموافقة على معظم الطلبات بعد وقت قصير من التقديم. بلدان لن تحتاج إلى التأشيرة لدخول أوروبا. إذا كنت من مواطني إحدى هذه الدول، فلن تحتاج إلى تأشيرة لدخول أوروبا. ألبانيا، أندورا، أنتيغو بربوذا، الأرجنتين، أستراليا، جزر البهاما، بربادوس، البوسنة والهرسك، البرازيل، بروناي، كندا، شيلي، كولومبيا، كوريا الجنوبية، كوستاريكا، دومينيكا، السلوفينيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، جورجيا، غرينادا، غواتيمالا، هندوراس، هونج كونج، جزر مارشال، جزر سليمان، إسرائيل، اليابان، كيريباتي، ماكاو، مقدونيا الشمالية، ماليزيا، موريسيو، المكسيك، ميكرونيزيا، مولدوفا، الجبل الأسود، نيوزيلندا، نيكاراغوا، بالاو، بنا، باراغواي، بيرو، المملكة المتحدة، سكيتسونيفيس، شارع لوسيا، شارع فنسن، سامو، صربيا، السيشل، سنغافورة، تايوان، تيمور الشرقية، تونغا، ترينداد وتوباغو، توفالو، أوكرانيا، أوروغواي، فانواتو، فنزويلا،